ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا وسهلة كمان. هنعمل كيكة الجزر. كيكة حلوة جدا وهشة وخفيفة وطعمها روعة. هتعجب اولادك جدا وهتعجبك ان شاء الله. زي ما انت شايفة كده، حاجة في منتهى الجمال ومغذية جدا للاولاد. الجزر كده بيكون جواها، بتدي شكل وبتدي طعم وريحة وكل حاجة. النهارده هعملها لك بطريقتين مختلفتين، او هقدمها لك بطريقتين مختلفين. آه ساده زي ما انت شايفه كده، تتاكل مع الشاي او مع العصاير، او في اللانش بوكس للاولاد، او هنعملها او هنعمل لها توبينج، تتقدم بالشكل ده ويكون كصنف كده حلو. تحلي بيه كده في نص اليوم. يلا نشوف مع بعض المكونات والمقادير. زي ما انت شايفة كده قدامك، 2 بيضة وباكو من الفانيليا، نص كوباية من السكر، تلت كوباية من الزيت، كوباية من الدقيق، عليه نص الباكو بيكنج باودر، وكوباية من الجزر المبشور. الجزر لازم يكون مبشور، ما ينفعش يتضرب في الكبة. الكوباية اللي بتعايري بيها الدقيق هي اللي بتعايري بيها الجزر، هي اللي بتعايري بيها السكر، زي ما كلنا عارفين. المقادير اللي قدامك دي مقادير كيكاية صغيرة، أصغر صينية في الطقم. لو هتكبري المقادير فانت هتضعفي المكونات، يعني هتكون 4 بيضات، كوباية من السكر، كوباية الا ربع من الزيت، كوبايتين من الجزر المبشور، كوبايتين من الدقيق، وباكو البيكنج باودر، ورشة كده بسيطة على طرف المعلقة كربوناتو. انا ليه ما حطيتش كربوناتو في المقادير الصغيره؟ لان البيكنج باودر كفايه جدا. بيكنج باودر مع كربوناتو في المقادير الصغيره، ومعاهم كمان معلقه خل صغيره، بتطلع الكيكه مفروله، مش ماسكه بعضها، وبتكون كده مفتته. تمام. زي ما انت شايفه كده طريقه التحضير: بتضربي البيض مع السكر والفانيليا ورشه من القرفه ومعلقه كده صغيره من الخل. هتضربي كل المكونات كويس، وبعدين هتنزلي بالزيت. ممكن تستخدمي الهاند بلندر، وممكن طبعا الخلاط، تحطي كله في الخلاط. بعدين هنضيف الدقيق، وبعدين هنقلب كويس جدا بعد ما نضيف الدقيق، وبعدين هنضيف الجزر في الاخر. في معلومة عايزاكي تعرفيها: ان كيكة الجزر بيتحط لها قرفة وجوز الطيب وجنزبيل. بيتحط لها كل التوابل دي، وبتطلع كده طعم طبعا هو روعة وكل حاجة، واللون كمان بيكون غامق شوية. بس انا اولادي ما حبوهاش بالطريقة دي، ما حبوهاش بكل التوابل دي، فانتي على حسب راحتك. عايزه اقول لك كمان ان القرفه لو حطيتي كميه كبيره طعمها هيكون شديد معاكي وهيكون طاغي على الكيكه. وممكن برضو الاولاد ما يحبوهاش، لان انا برضو اولادي ما حبوهاش بالقرفه. كانت شديده، كنت حاطه نص معلقه من القرفه. ادتني لون الكيكه بقي لونه غامق، بقي لونه غامق، وفي نفس الوقت زي ما قلت لك طعم القرفه شديد وطاغي عليها، فالاولاد ما حبوهاش. فهي ربع معلقه بتديني لون الكيكه حلو وفاتح اصفر كده، في مايل او اصفر غامق مثلا. وبيكون طعم القرفه حلو ومعتدل فيها، وريحتها كمان بتكون روعه. فكله ده طبعا على حسب راحتك. الفرن بتاعتنا شغاله قبل كده. عايزه اقولك ان دي بتستوي على نار وسط شويه، يعني مثلا 170 180. الفرن بتكون نارها هاديه، تاخد وقت في الفرن في حدود 40 دقيقة. المقدار الكبير، لو مقدار صغير 35 أو 30 دقيقة. طبعا ما تفتحيش على الكيكة خالص لمدة 35 دقيقة، وبعد كده تفتحي كده بالراحة علشان ايه؟ ما تهبطيش الكيكة وتشوفيها لو استوت أو عايزة كمان. زي ما انت شايفة كده هتستنيها تبرد خالص، وبعدين تقدميها. ما تقلبهاش وهي سخنة، او تنقليها من الصينية وهي سخنة، علشان ما ايه برضو ما تتفتفتش منك. كيكة هشة جدا وحلوة جدا، خفيفة جدا، وهي سادة طعمها روعة وخفيف، وبتبقى حلوة جدا مع الشاي زي ما انت شايفة، وفيها كده قطع من الجزر، حاجة كده روعة. دي لو هتقدميها سادة. تعالي بقى اقولك ازاي تعملي لها
توبنج وتقدميها كصنف حلو. الحلى بتاعها بيكون زايد شوية. وكمان هقولك على مقادير التوبنج المظبوطة. احنا عملنا التوبنج ده قبل كده في كيك السينابون، بس للأمانة هو خف مني شوية، وانا قلت لكم ساعتها ان هو عشان تتقليه تحطي جبنة زوادة، وانا طبعا ما كانش عندي جبنة. فانتي هنحط المكونات ونحط اللبن شوية شوية علشان يديك القوام المظبوط. مكونات التوبنج كانت 4-5 مكعبات من الجبنة، ممكن جبنة مثلثات أو الجبنة المربعات أو الجبنة الكريمي، ومعاهم معلقتين من الكريم شانتيه، ومعاهم معلقة من السكر البودرة. السكر على حسب راحتك، ممكن تحطي معلقة لو عايزاه الحلى بتاعه معتدل، وممكن تحطي معلقتين أو 3 لو انت بتحبي الحاجة مسكرة. بس انت ابدأي بمعلقة ودوق الخليط هتلاقيه مناسب جدا. زي ما انت شايفة انا نزلت بربع كوباية من اللبن في الاول على المكونات اللي قلتلك عليها، وبعدين هتضربي كويس جدا، وهتبدأي بقى تطري الخليط ده بمعلقة معلقة من اللبن لحد ما تحصلي على القوام المناسب التقيل اللي تقدري تصبيه على الكيكة وما يسحش كده منك، ويديكي شكل وطعم وقوام وكل حاجة. عايزه اقولك ان انت في الاخر المفروض تضربي مع المكونات دي معلقه كده مكعب من الزبده، بس اهم حاجه يكون زبده اللي هي الزبده النيوزيلندي او الزبده الصناعي، ولا ينفع تحطي زبده فلاحي، ولا ينفع تحطي سمنه عاديه، ولا ينفع تحطي سمنه بلدي. فلو متوافر عندك مكعب زبده حطي مكعب زبده وانت بتضربي الخليط، لو مش متوافر اكتفي بالمكونات اللي قلتلك عليها. كل حاجة هتكون في صندوق الوصف، هكتبها لك في صندوق الوصف. زي ما انت شايفة كده دي طريقتها، دي طريقة التقديم بتاعتها وهي بالتوبنج. دي كانت مرة تاني مكونات كيكة كبيرة زي ما قلتها لك في الأول. على حسب راحتك طبعا التقديم، حابة تقدميها في توبنج، حابة تقدميها سادة، ده شفتيه معايا وده شفتيه معايا. بس عايزة أقولك إن هي كيكة روعة، لازم تجربيها. وقوليلي رأيك ودعميني بلايك وكومنت وسبسكرايب، واستنوني في وصفة جديدة. باي باي.